It's not easy. Every day and every day. السلام عليكم. رئيس الفيفا انفانتينو يثور غضبا في الحكم الكيني بسبب هذه اللقطة المثيرة للجدل في مباراة الكونغو والمغرب، ويحذر رئيس الكاف ويتخذ هذا القرار الحاسم وينتصر للمغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تعادل المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم الكيني، فقد دخل على الخط رئيس الفيفا انفانتينو وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريقيا سبورت، وقال: ما زالت أفريقيا تعاني من التحكيم، وخاصة فأنا شاهدت مباراة المنتخب المغربي مع منتخب الكونغو الديمقراطية وشاهدت فيها جدلا تحكيميا، وخاصة في الهدف التي أحرزته الكونغو الديمقراطية، وهذا الهدف تسلل واضح، واندهش ان الحكم الكيني وحكام الفار لم يلغوا هذا الهدف. فانا اتصلت برئيس الكاف متسبي وابلغته حزني الشديد على المستوى التحكيمي في هذه المباراة، وقلت له: عليك ان تجلب حكام من القارة الاوروبية في الادوار الاقصائية، لان من الممكن ان تتكرر هذه الاخطاء مرة اخرى، وخاصة امام المنتخب المغربي، ومن الممكن ان يخرج المنتخب المغربي من الادوار الاقصائية بسبب سوء التحكيم، وهذا غير مسموح به اطلاقا ان نذبح هذا الجيل من المنتخب المغربي بسبب هذه الاخطاء التحكيمية الكارثية. وانا ابلغت رئيس الكاف عليه ان يحاسب هذا الحكم الكيني وحكام الفار حتى لا تتكرر مثل هذه الاخطاء التحكيمية. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.